انا هذه 10 سنين وانا كنفطر رمضان من 2017. أثارت تدوينة للناشطة المغربية مايسة سلامة الناجي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلنت موقفها الشخصي من صيام شهر رمضان، ودعت إلى مراجعة القوانين المرتبطة بالإفطار العلني في المغرب. ولكن ما كنخرج نستفز حتى شي واحد في الزنقه، حيت ما تنبغيش نكلاشي معاكم ولا مع السلطه. كنفطر في داري مرتاحه، ما كنتخبى، ما كناكل ميريندينا، ما كناكل، كنصوب قهيوتي وكنتغدى غداتي وكنعس بكري. وتنحبكم بزاف ومتعايشه معكم، ورمضان مبارك بالصحه والسلامه، وكنستغل هاد الايام اللي فيها طاقه روحانيه باش نتعبد بطريقتي. حنا ماشي دوله اسلاميه نهائيا، نهائيا. باقيين بعض القوانين اللي لا اساس لها، لا ديني ولا منطقي، ولا فقط العقد الاجتماعيه. هذا التصريح فتح باباً واسعاً للنقاش بين المتابعين، حيث اعتبره البعض تعبيراً عن حرية شخصية، بينما رأى آخرون أن الموضوع حساس ولا يحتمل هذا الطرح. كالعادة، انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض، وتحول النقاش إلى موجة من التفاعل الواسع عبر المنصات الرقمية. ويبقى السؤال المطروح الآن: هل يتعلق الأمر بحرية فردية، أم أن المسألة أعمق من ذلك؟ شاركونا آراءكم بكل احترام.